أيها المهزوز المريض، تستخدم اسم رب العالمين حتى تروج الشغلاتك التعبانة. السلام عليكم شباب، وياكم أحمد جوست، ورجعنا لكم بحلقة جديدة. حلقة اليوم شباب حلقة مختلفة، أو هي مو حلقة مختلفة، يعني راح نحكي عن شخص مأذي أغلب المجتمع العراقي. أوكي، هو ما مأذيهم بتصرفاته، مأذيهم بالأفكار اللي جاي يطرحها ويخلي الشعب العراقي تتغير أفكاره نحو الأسوأ طبعا. فخلينا نتعرف على هذا الشخص اللي انتم راح قريتوه بالعنوان. تعال خلينا نطب على حسابه. هاش ناشر ستوري، طبعا ستوري. كل مرة يوجعك كلام الناس. يعني هاي حركات تصرفات رجال. يا اخي انت عندك ميول، الميول خليه لنفسك، لا تطرحها للعالم. خلي نشوف هسه يجوز الفيديو هادف. احكي لكم شوية على النظرية هاي اللي عندي، اللي أنا مؤمن بيها. طبعا ما بعد ما سويت العلاجات النفسية. النظرية بما معناه شخص دارس هاي الامور، يعني اللي من شخص يعطي نظرية. شلون اوصلكم اياها؟ نيوتن سوى دروس ابحاث ما اعرف شنو هاي السوالف، اكتشف نظرية اللي هي الجاذبية. اوكي، انت شنو الدروس والابحاث اللي سويتها حتى تكتشف هاي النظرية اللي هي ما ادري شنو هي؟ خلينا نكمل الفيديو. سويت العلاجات النفسية وسويت التحاليل، طلع هو كل شيء طبيعي أصلا. بس اكو نظرية تقول هاي النظرية اللي مؤمن بها اني، انه هذا الشخص اللي ينولد بتصرفات انثوية جاي لهاي الارض حتى يختبر رفض المجتمع ويختبر المجتمع بنفسه. يعني انت تريد تقنعنا هسه انه انت جاي حتى تختبرنا اذا لزمك بالشارع راح نشق لو لا؟ لك شنو من عقلية؟ انت بس تخيل فوق الالف نبي الله دز وما اعرف شنو هاي السوالف كلها، وحروب صارت والسحر وما ادري شنو، هاي شو اسمها انقلبت حيه، والخاتم مال سليمان، والدنيا كلها وسفينة نوح، وهاي الأمة العربية كلها انقلبت. يجينا مجاكور صاير جاي يقول الله دزني. يعني انت نبي؟ يقول الله شلون بالله جاي لهاي الأرض حتى يختبر تقبل الناس إله. ما حد راح يتقبلك. ليش جاي لهاي الأرض؟ لا تجي، روح. ما أدري ايش لابس انت. طبعا للأسف أغلب الناس تروج لترهيب رب العالمين، بس رب العالمين ما انت بتصرفاتك هاي دا تروج الترهيبة، لان انت طاب بفكر غربي بمجتمع شرقي، اكيد راح يصير ترهيب الرب العالمين. لان مثل ما قلت لك انت داخل بفكر غربي بمجتمع شرقي، المجتمع الشرقي وما راح يقبلون هذا الشيء. نكمل الفيديو. يخوف. رب العالمين ينطي كل شخص اختبار على هاي الأرض حتى يختبر نفسيته، يختبر روحه، لأن الروح اللي ترتقي مو الجسد. شوفوا شباب، معلومة علمية، طلاب العلمي يكتبوا بالدفتر. رب العالمين خلق جسم الإنسان، جسم الإنسان بهرمونين، بهرمون التستوستيرون وبهرمون الأستروجين. هرمون الأستروجين اللي هو الهرمون الأنثوي، هرمون التستوستيرون اللي هو الهرمون الرجولي، أو هرمون الرجولة ما أعرف شو يسموه. المهم كل جسم كائن حي بالدنيا كلها، اني انت المشاهد المصطفى قاعد ببيتهم هسه، اي شخص بالدنيا عنده هذين الهرمونين. يا اما الهرمون الرجولي راح، يعني شلون افهمكم، بيدك راح ترفع احد الهرمونات بتصرفاتك، باكلك، حتى الاكل اكو اكلات ترفع الاستروجين، اكو اكلات ترفع التستوستيرون، تصرفات همينه، اختلاطك ويا العالم. بس انت مختلط ويا ناس ما ادري شنو وضعهم. خلينا نكمل. وتؤمن برب العالمين هواية، لأن رب العالمين إذا انفصلت عنه راح تعاني هواية من المجتمع، من الكلام. فاتصل دائما برب العالمين. ومع السلامة. يعني انت تقنعني متصل برب العالمين؟ انت معاني هسه معاني، كل فيديوهاتك اكتئاب وامراض نفسية، يعني يحاول يربط لك كلام رب العالمين ومدري. حبيبي لا تربط هذا الشيء برب العالمين. رب العالمين اعطاك عقل، اعطاك دين، قال لك امشي على الطريق الصح. خلينا نكمل الفيديو. سلام. خلي احكيك. اوكي كمل الفيديو، خلص حكي. بقى شي يكتب هنا: رب العالمين مع الجميع. للأسف الكثير يروج لترهيب رب العالمين تجاه الشخص اللي عنده تصرفات سلوكيات أنثوية.
جاوبتك قبل شوية، قلت لك انت شخص جاي تنشر التفكير الغربي بمجتمع شرقي، وهذا الشيء اكبر غلط. بس اليوم اني انشر الوعي. الوعي اين الوعي في ذلك؟ الوعي تريدنا نتقبل هذا الشيء اللي انت جاي تسويه؟ هذا مو دين، هذا ميول. الميول ما يصير ينشر بهيج مكان، ميولك غلط. انشر الوعي بخصوص هذا الشيء، لان الناس تربط مخاوفها برب العالمين، بس الخالق هو يحبنا حب مطلق. ماكو بشر ما عنده مخافة رب العالمين الا انت طبعا، انت لا ما عندك. يخلق لكل شخص اختبار حتى ترتقي روحه للافضل. يعني هسه انت بقناعتك انت مرتقي للافضل، هذا مو الافضل، انت مرتقي بواقع المجتمع يحكم العادات والتقاليد، بدأ ينسحب للأسفل. وأتمنى الناس اللي تعاني نفسي ما توقع بمشكلة المجتمع وتتجه للاتصال برب العالمين أفضل من الجميع. حبيبي أنت لو متصل برب العالمين، لو صدق تقرأ قرآن، راح تدرك إنه هذا الشيء جاي تسويه غلط. وبس هذا اللي راح أقول لك إياه. وأنت ما متصل برب العالمين، كل السوالف جاي تحكيها كذب، جاي تحاول تدمج اسم رب العالمين ويا السوالف جاي تسويها. لك شنو من بشر انت؟ 5 سنوات يتنمرون عليك، ما فات بيك، تريد هسه يفيد بيك؟ شلون تريد المجتمع يتقبلك؟ تدرون أنا قدمت محتوى بطريقة كلش مفيدة من تجربة حقيقية، بس للأسف قليل ما حد اهتم. وتقدرون ترجعون للفيديوهات تشوفوا. بس من نزعج تيشيرتي دا اتشمس، واني محتاج هاي الشماسة، لأن صراحة يعني أنا عندي نقص D3 وحبيت أشاركها، يعني ما بيها شيء. ولو عندنا سطح والله العظيم كان صورت. هذا شبيه؟ انت مثل اللي يطلع طزة بالشارع ويقول لا تباعون علي. يعني كاتب أنا ما مسؤول عن أي صورة تتشكل بدماغك. يعني شنو غير هاي الصورة اللي راح تتشكل بدماغي؟ انت مصلخ وقاعد بالزوراء ومتمدد يعني، ولا راح تجبر المشاهد على هذا منظرك القبيح كأنك فرس نهر قاعد بالزوراء. راح تجبر المشاهد انه يباوع لك بنظرة دونية. هاك ايش دا يسوي هذا؟ اوه ماي جاد، ايش سوى هذا؟ خلينا نشوف هذا الفيديو اللي رسالته مبطنة، يعني ما ورائيات، اكو ما ورائيات بهذا الفيديو. شغل الصوت. ما يخاف من الشخص الغلط، لأن الشخص الغلط موجود بكل مكان. ليش ما يحجون عنهم؟ المجتمع يخاف من الشخص المختلف عنهم وتصرفاتهم، لأن يحسون بالتهديد والخطر اتجاهه. انت جاوبت نفسك يا حبيبي، يا انا من جاك كور. انت جاوبت نفسك. كاتب المجتمع ما يخاف من الشخص الغلط، المجتمع يخاف من الشخص المختلف عنهم بتصرفاتهم وافكارهم. انت جاوبت نفسك. انت اذا شخص غلط العراق يضم جميع الطوائف، ان كان مسيح، سنة، شيعة، يهود، اليهود الزينين طبعا. يعني حبيبنا موجي، هذا مو دين، هذا مو دين اللي انت جاي تمشي عليه، هذا مو دين. انت جاي تحاول تربط هذا الشيء بالدين من خلال استغلالك الكلمة الله، وكل شوية تجيب طار رب العالمين، تحاول تحبب الناس بهذا هذا يسمونه ميول. انت ميولك غلط، لا تحاول تنشره بمجتمع فكرة هيجي. روح اطلع للخارج وسوي اللي يعجبك، هناك بالخارج يتقبلون اي شيء. انت هنا بمجتمع راح يلزموك يشقون نص الشارع. المشكلة هيك نوعيات تصير قافلة، عقولهم قافلة. فشباب لهنا وانتهت الحلقة، ان شاء الله تكون عجبتكم وما لكم علاقة بهذا الحكي الجاي يحكيه، هو حكي تافه ما له معنى. خليه هو بميوله، يعني ما اعرف، جاي يذب نفسه بالهاوية، مع العلم هو جاي يحس روحه انه هو مسوي صح، بس هو مسوي رب الغلط. فلا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب والتعليق الجميل حتى يصعد الفيديو ويشوفه. اذا يعني حتى لو شافه ما راح ينصلح. 5 سنوات ما بطل، 5 سنوات. يلا كافي، مع السلامة.